ليه في موبايلات في 2025 في الترند اللي احنا فيه حاليا ان كل ما الكاميرات تكتر كل ما التليفون يبقى شكله حلو؟ في النهارده تليفونات بتنزل بكاميرا واحده بس بتحط على تليفون باربع كاميرات عادي جدا، لان الموضوع عمره ما كان بعدد الكاميرات ولا بعدد الميجا بكسل، لان اساسيات التليفون غير اساسيات الكاميرا البروفيشنال. انت بالنسبه لك في التليفون بتعتمد على ثلاث حاجات: المعالج، السوفت وير، حجم المستشعر. مش رقم الميجا بكسل، حجم المستشعر قد ايه. يعني ممكن تروح لجهاز زي الجوجل بيكسل 4A بكاميرا واحده بس التليفون بيطلع صور شبه فلاج شيب، وده ببساطه لان المعالج هو اللي بيظبط وبيهندس كل ده، بيطلع صور احسن بكتير من تليفون فيه اربع كاميرات يطلع لك الصوره. معالجه الالوان والاتش دي ار والذكاء الصناعي كل ده بقى يتدخل في كواليتي الصوره والنتيجه الفعليه اللي بتطلع لك في الاخر. انما تليفون فيه اربع كاميرات من غير سوفت وير محترم ملهمش اي لازمه. ده غير كمان ان في ناس فاكره ان الاربع كاميرات بيصوروا في نفس الوقت، وده غلط كبير. لو انت تليفونك فيه ثلاث كاميرات او اربع كاميرات كل كاميرا ليها وظيفه، واي صوره بتطلعها بتبقى معتمده على كاميرا واحده بس من الاربعه. بس ساعات وفي حاجات قليله قوي وفي اوضاع قليله ممكن تستعين بكاميرا تانية. دي كانت معلومه عن ماشي. ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب وتقول لنا في الكومنتات تليفونك فيه كام كاميرا. كان معاكم حازم تك فيو. سلام.